تخيلي تعملي الجمال ده لولادك في خلال ربع ساعة هتكون خلصت واستوت وبياكلوا كمان. تخيلي ان انت تعمليها لهم في اللانش بوكس على ما يغسلوا وشهم ويلبسوا هدومهم هتكون خلصت، وممكن كمان تعملي العجينة على بيات وتصبحي الصبح تسوي وبس. تخيلي بقى الجمال ده اتعمل ازاي. جبنا بيضتين حطيناهم وحطينا عليهم رشة ملح وفلفل اسود، ويا دوبك بس فككنا الصفار بتاعهم كده، نزلنا عليهم بكوبايتين من اللبن. الناس اللي ما بتحبش البيض نقدر نستبدل البيض يا جماعة بربع كوبايه من اللبن، وهنقلب ده كله مع بعضه كويس قوي. ولو هتشيلي البيض بعد اذنك حطي معلقتين زيت، وهتحطي بدل ربع معلقه بيكنج باودر هتحطي نص معلقه بيكنج باودر. انا قلت لك على البدايل اهو، لو انت عايزه تشيلي البيض عشان الناس اللي ما بتحبش البيض يبقى احنا بديل البيض ايه؟ ربع كوبايه لبن وربع معلقه بيكنج باودر ومعلقتين زيت. هنجيب بقى الصاج بتاعنا 30 في 40، هندهنه كويس قوي بالزيت. لازم تدهنيه كويس قوي، تدهني الجوانب بتاعته عشان الخليط ما يلزقش. وهتبطنيه كمان بمعلقه من الدقيق كده، وتتاكدي ان الدقيق وصل لكل مكان فيه الزيت، علشان خاطر ده بيدي بطانه حلوه وما بيخليش الخليط بتاعك يلزق ابدا. لا هنحتاج ورق زبده ولا هنحتاج حاجه. صبينا الخليط بتاعنا كده بعد ما كان ارتاح 10 دقايق، هنحطه في الصينيه بتاعتنا كده. وفي الوقت ده انا مولعه الفرن على درجه حراره 200. اتاكدت ان الخليط بتاعي اتوزع كويس في الصينيه، بدات ارش عليه جبنه. رشيت الاول رشه من الجبنه الرومي، وبعدين حطيت قطع من الفلفل الاخضر. تقدري تحطي فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل الوان، اي حشو عندك حطيه. حطيت سوسيس من اللي احنا كنا عاملينه مع بعض مع اللانشون، تقدري تحطي لانشون، تقدري تحطي سلامي، تقدري تحطي اي حاجه انت بتحبيها انت او ولادك. ورشيت على الوش من فوق رشه جبنه موتزاريلا. تقدري تحطي زيتون لو انت عايزه، بس انا ما كانش عندي زيتون بصراحه. دخلتها على درجه حراره 200 وولعها من فوق ومن تحت، طلعت بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. غطيتها وسبتها ارتاحت 10 دقايق، وبعد كده بدات ان انا اسلك الجوانب وقطعتها. اتقطعت معايا بكل سهوله، ولما بترتاح شويه كده كمان في الصاج مش بتغلبك بقى في انها تطلع من الصاج، بالعكس بتطلع بكل سهوله. قطعتها بقى بالشكل الطولي ده. تقدري تقطعيها مربعات، تقدري تقطعيها بالشكل الطولي ده، بس انا حبيت اعملها لهم بشكل حلو. وبدات ان انا اسلكها بالشكل اللي انت شايفاه ده، ارضيتها مستويه ومن فوق مستويه وكله تمام. هنبدا ان احنا نلفها زي الرول كده. لو انت مقطعاها مربعات طبعا ما انتيش مضطره تلفيها رول، وممكن تلفي الرول ده لجوه زي ما انت شايفه كده، وهتحطي فيه خله سنان لان هو ما كانش راضي يثبت معايا علشان الحشو من جوه بيخليه يطلع لبره. او تقدري ان انت تعمليه بالشكل العكسي وتخلي الحشو بتاعه من بره زي ما انت شايفه كده، ومش هيحتاج معاكي خله سنان وهيثبت على طول. وعملت الكميه دي ما شاء الله، عملت معايا كميه حلوه قوي وحاجه قوي كده قوي، حكايه. وطلعت فرجي لي لي بقى كده على الجوانب، القمر اللي انت تخيلي بقى شايفاه لما ده. تدهني يعني انت كده لو في انت لانش بوكس عندك 3 خيري دقيق ولاد بدل الساندوتش، او 4 بيض ولبن هتدهنوا كلهم في اللانش ودقيق بوكس بتاعهم وخضار هتبقوا وسوسيس مبسوطين والعيله وحاجه كده كلها قمر. السوسيس ده هتفطر. طبعا احنا عاملينه مع عايزه بعض اقول في لك البيت ومش بعدين مشبعه طريقته. ومغذيه جدا جدا جدا.